مرحبا، إذا أنت أول مرة بقناتي فأهلا وسهلا بك. اسمي رافي، أنا عازف إيقاعات ومختص بالإيقاعات. بهذا الفيديو راح أشرح لك عن آلة كلش مميزة، وطبعا هاي الآلة بيها هواي أنواع وبيها هواي أحجام. اللي يشتغلون بهذا الاختصاص راح يكرهوني لأن راح أسرب كل هاي المعلومات. هاي الآلة اللي هي الخشبة أو الكاسورة أو القحف أو الزنبور أو أم علياوي، هي بيها كثير أسماء. بهذا الفيديو راح أتعرف على هاي الآلة أكثر، والأسماء والأحجام والفروقات بين الصوت، وراح تتعلم ليش وجود هاي الآلة كلش ضروري مع الإيقاع، وراح تتعلم أنواع الجلد المستخدم لكل وحدة من عندهم، وطريقة تبديل الجلد، ومنين ممكن تحصل الجلدة أو الرقمة، منين ممكن تحصل هاي الآلة وأسعارها. راح تتعلم طريقة شد وإرخاء الجلد أو الرقمة، وراح أشرح لك شنو الفرق بين الرقم الصيفي وبين الرقم الشتوي، وحتتعلم أي وحدة من عندهم الأفضل مع كل إيقاع. بنهاية الفيديو راح تتعلم شلون تعزف كل وحدة من عندهم مع تمارين بسيطة. راح تتعلم شلون تمسك الآلة وشلون ممكن تطلع الصوت بكل بساطة، وراح أشرح لك أي إيقاع ممكن يشتغل مع كل آلة من عندهم، ومنين ممكن تحصل هاي الإيقاعات. وإذا هاي الآلة ما موجودة عندك راح نعطيك بدائل شلون ممكن تتعلم على هاي الآلة، طريقة شد وإرخاء الآلة. طبعا راح أحاول قدر الإمكان أخلي هذا الفيديو قصير ومليء بالمعلومات حتى تستفاد من عنده. بدون أي مقدمات خلي ندخل مباشرة بالشرح. راح أستخدم هذا الإيقاع بس حتى يرفع لي الخشبة شوية أعلى. أول شي هاي الخشبة، مثل ما تلاحظ أعزفها بصبعين. وهاي الكاسورة أو الكاسور، كل حجمه أكبر من الخشبة. هاي الخشبة نوع ثاني بس نازلة، خلي أرفعها لأن يعني الجلد نازل فيحتاج شوية أحميها. طبعا من تحميها تحاول قدر الإمكان ما تخلي النار تلامس الجلد. بدأت تصعد شوي شوي، صعدت. طبعا هي الخشبة نفسها الزنبور. وأخيرا أم علياوي، أو الفخار يسموها قحف والخشب يسموها أم علياوي. طبعا صاعدة تحتاج ننزلها شوية. طبعا هاي الخشبة أو الزنبور وتستخدم أكثر شي مع إيقاعات الربع، إيقاع الجنوبي، الهوا، حفلات السهرات الليلية. أكثر الأحيان يستخدمون الخشبة أو الزنبور. نوع الجلد المستخدم يستخدم معها جلد قلب الأرنب أو جلد قلب البقر. يكون حجمها ناعم، يكون حجمها صغير، صوتها يكون دائما أقل من صوت الكاسورة، يكون صوتها شوية خفيف بهاي الطريقة. لأنه حجمها صغير فبعض العازفين يحتاجون يخلون عليها قطعة قماش أو يخلون فد إيقاع ثانوي حتى ترفع أو يطلع الصوت. شلون نقدر نعزفها؟ تعزفها فقط بصبعين، 1 2. هاي الطريقة تأكد أنه الجلدة مشدودة مو نازلة. شلون تعرف؟ من يطلع الصوت بطريقة صحيحة، لأنه من تسمعه راح تعرف أنه الصوت صح أو مو صح. إذا استخدمت صبع واحد راح يطلع عندك هذا الصوت. نفس العملية تتكرر مع الصبع الثاني، وكأنما 1 2 1 2 1 2 1 2.
كل ما تروح اسرع راح يطلع عندك صوت الكاسورة اللي هو نفس ما تسمع بالاغاني وبالحفلات. بس انت اذا تريد تبلش تتعلم راح تبلش بأبطأ ما يكون. ننتقل للآلة الثانية. الآلة الثانية هي الكاسور. طبعا الكاسور يستخدم مع جلد قلب الأرنب أو جلد سمكة جري، بس لأنه جلد قلب الأرنب ما متوفر بالعراق بكثرة، فأكثر الأحيان يستخدمون جلد قلب البقر أو جلد مال سمكة جري. هم ممكن عندك يبقى أسبوعين وما يتحمل، ثاني شي ريحته مو طيبة. طريقة عزفها تكون بإيدك كاملة أو 4 أصابع. طبعا نفس الشي ممكن تخلي أي قماش أو تخلي في دقائق ثانية حتى ترفعها لحد المستوى اللي أنت يناسبك، وراح تلزمها وتثبتها بطريقة صحيحة بهاي الطريقة إنه تبدي تعزف. عزفها يكون بهذا الشكل. ضربة واحدة صوتها يكون أثخن من الزنبور. طبعا تقدر تضرب نصف ضربة اللي يطلع عندك هذا الصوت. طبعا مثل ما تشوف اصابعي مشدودة وده يطلع عندي الصوت ضربة ضربتين، ضربة ضربتين. تبدي تسرع شوي شوي حتى تقوي نفسك. الإيقاعات اللي تضيف الكاسورة عليها إيقاعات الخشابة أكثرها، يعني ممكن تقدر تغطيها بالكاسورة، تقدر تعزفها مع الجنوبي، تقدر تعزفها مع إيقاع الهوا. طريقة الإحماء ممكن تحميها بجداحة بس ما تخلي النار تلامس الجلد، أو إذا عندك سشوار أو أي شي حار ممكن تخليه عليها فتصعد. إذا تريد ترخيها تخلي إيدك شوية رطبة، ترطب إيدك وتضغط عليها يا أما بصبعك بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة، ترخى عندك يطلع عندك الصوت. والعزف هو يكون بإيد كاملة مشدودة. خلينا ننتقل للآلة الثالثة. الآلة الثالثة هي القحف أو أم علياوي. القحف اللي هو الفخار يسموه قحف، وأم علياوي اللي هي الخشب. أكثر الأحيان هي مستخدمة في البصرة وتستخدم في فن البصرة. الجلد المستخدم جلد الغزال. الحجم مثل ما تشوف حجمها يكون أكبر من الكاسور وأكبر من الزنبور بهواي. جلد الغزال متوفر بالبصرة بس سعره شوية مرتفع. طريقة العزف تعزفها بإيد كاملة حتى يطلع عندك الصوت المناسب، ومستخدمة بإيقاعات البصرة وبالأخص خشابة البصرة. إذا تشوف فرقة البصرة القومية للخشابة يستخدمون هذا الإيقاع اللي هو إيقاع القحف أو أم علياوي. خلينا نسمع الصوت مالته. طبعا لازمه بهاي الطريقة تخليه شوي مرتفع أو تلفه بقماش مثل ما قلت لك، إيدك كاملة. طبعا ترخيه تتأكد إنه الصوت يطلع مثل ما أنت تريده، لازم ترخى حتى يطلع عندك هذا الصوت. شوف تشوف إيدي هاي واحد، هاي إيدي الثانية، وتبدي تضرب. هاي النص ضربة تكون بهاي الطريقة.
ليش وجود الخشبة ضروري؟ طبعا وجود هاي الآلة بالأغاني حتى يكسر الملل، وثاني شيء ينطي اندفاع أكثر للناس المستمعين أو للحضور أنه يستمتعون أكثر، يتونسون أكثر، ويرقصون أكثر، ويثبون لحم. فإذا خليت إيقاع الوحدة راح يصير ممل، فإذا تضيف الخشبة أو الكاسورة أو الزنبور راح يعطيك صوت أحلى، يخلي بيه طاقة أكثر. فلذلك احنا العراقيين نضيف هاي الآلة حتى نخلي الإيقاع أكثر وناسة ويخلي الأجواء تكون ممتعة. منين ممكن نحصل هاي الآلة؟ ومنين أشتري الجلدة؟ اللي ساكنين بالعراق تروح لأي محل للآلات الموسيقية راح تحصل عندهم كل الأنواع اللي تريدها، حتى الجلد إذا تسألهم هم ممكن يعطونك إياه. أنا خارج العراق وما أعرف منين أحصل هاي الآلة، وما حد يجيبها وما حد يطلعها خارج العراق. شلون؟ هاي مشكلة كنت أعاني من عدها هواي، بس بعدين تعرفت على شخص وهذا الشخص ساعدني هواي. أنا حاليا أستخدم براند اسمه براند عبد، من أحسن وأفضل وأجود أنواع الكاسورات والزنبورات اللي موجودة. ما قصروا وياي، ساعدوني بكل شيء، ضلنا متواصلين كم شهر لحد ما ضبطوا لي اللي أريده، صمموا لي كل اللي أريده. لا تشوفون هنا براند عبد، وأنا أدعم هذا البراند وأدعم هاي الشركة لأنه شغلهم كلش ممتاز. أنا ما دافع لي حتى أحكي ولا منطيني فلوس ولا شيء، بس لأنه تعاملت وياهم وشفت سلعتهم جدا ممتازة وجدا رصينة. حتى الجلد اللي دزوا لي اياه جلد ممتاز. خلينا نشوف الجلد. بالنسبة للخشبة، الزنبور أو الكاسور نستخدم قلب الهوش أو قلب البقر، يكون بهذه الطريقة. وصلني من بغداد، طبعا يتقطع وينرقم. هذا الجلد وصلني من البصرة، هذا جلد الغزال، هذا يستخدم مع أم عليوي أو القحف. هذا جلد الغزال يكون سعره غالي وصعب يتحصل، بس حصلوا لي من البصرة. مثل ما قلت بالخليج متوفر أكثر، بالبصرة موجود، بالعراق موجود بقلة، ولذلك شوي سعره أكثر. زين، أنا ما عندي خشبة ولا أقدر أشتري خشبة ولا أعرف شنو أشتري وما أعرف شنو أسوي، شلون ممكن أتعلم وأعزف؟ طبعا الجواب عندي. أنا تعلمت عن طريق المدرسة، تعلمت عن طريق العزف على الرحلة، العزف على دبة مع المي، العزف على تنكة، أو العزف على أي شيء يطلع صوت. نفس الشيء، ماكو أي شيء تقدر على رجلك تعزف. أي شيء ممكن يطلع صوت قريب على صوت الخشبة ممكن تعزف بيه، يعني مو فد مشكلة. لحد ما تقوي إيدك تتعلم أكثر، بعدين ممكن تشتري لك وحدة. منين تحصل الجلد؟ الجلد تحصله من براند عبد، وهم عندهم كل أنواع الجلود اللي أنت تحتاجها. الأسعار، أسعار الآلة يكون ما بين $60، $70، $80، $100، بهذا الحدود. بالعراقي تقريبا 60، 70، 80 لحد 100,000، بين هذا الحدود. كل واحد عنده أسعار مختلفة، يعني هو بالدولار يعني ممكن تحصل $60، $70، بس هو بهذا الحدود. طريقة رقم الآلة، طبعا الجلدة من تنبط، يعني بعد ما تستخدمها فترة أو مرات تضربها قوي، يعني الجلد خفيف تنبط. أول شيء تشيل الجلد القديم، تنظف الرأس، ينحك هذا كله بحيث ما يبقى أي شوائب من الجلد القديم. بعدين تجيب غرة مع خشب. الجلدة يحتاج تنقع تقريبا 10 دقائق أو تخليها فد 20 دقيقة أو هيك شي على ما شوية تنطي نفسها. بعدين تجيب غرة تخلي داير ما داير الجلدة، تجيب الجلدة تركبها. راح طبعا يصير عندك زايد منا ومنا، تركب الجلدة. إذا عندك لاستيك جيب لاستيكات تخليها على الجلدة وتخليها مضغوطة، تتركها 24 ساعة، إنه بترجع يوم ثاني تقصقص كل الزوائد مثل ما تشوف. رابيك هاي تقصقص كل الزوائد والشوائب الموجودة، وراح تشوف
الجلدة والخشبة جاهزة عندك. شنو الفرق بين الرقم الشتوي والصيفي؟ الرقم الصيفي لازم ترخي الخشبة شقد ما تقدر، بحيث ما تخلي الجلدة وتريد ترقمها تخليها راقية شقد ما تقدر. ليش؟ لأنه الحرارة راح ترفعها. أما الشتوي راح تشدها وتشد الجلدة شقد ما تقدر، لأنها الرطوبة راح تنزل الجلدة. منين أحصل الإيقاعات حتى أتمرن؟ طبعا أنا موفر لك كل الإيقاعات على قناتي باليوتيوب درام وذ رافي. كل الإيقاعات اللي تريدها العراقية موجودة على اليوتيوب، تقدر تشغل أي إيقاع، تقدر تبدي تتمرن. أي وحدة صوتها أفضل، ماكو وحدة أفضل ووحدة مو أفضل. كل إيقاع تقدر تستخدم وياه آلة معين، يعني ممكن تستخدم إيقاع الربع وتضيف وياه الخشبة أو الزنبور، ممكن إيقاع الخشابة وتضيف وياه الكاسورة أو القحف أو أم عليوي. يعني ماكو هاي أفضل وهاي مو أفضل. أما تجيك نوعيات رديئة ممكن تطلع لك صوت رديء، ممكن هاي ما تستخدمها لأن صوتها مو جيد. راح أشغل إيقاع جنوبي وأعزف كل واحدة من عندهم ويا الإيقاع. الزنبورة والخشبة. الكاسورة. القحف أو أم عليوي. أتمنى كفيت ووفيت وساعدتك بهواي معلومات عن الخشبة والكاسورة والزنبور والقحف. شكر خاص لبراند عبد على الدعم وعلى المعلومات اللي ساعدونا بيها، واحنا ممتنين لكم. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.